السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض كيكة البرتقال، وهنعمل مع بعض صوص خاص لكيكة البرتقال. وصفة مميزة وان شاء الله هتحبوها وهتجربوها ويا رب تعجبكم. يلا بينا نخش على المقادير بتاعتنا ونشوف. هتجيبي هنا 4 بيضات كبار. انا هنا جبت 3 كبار والبيضة الرابعة كانت صغيرة، فجبت بيضة صغيرة تانية عشان يبقوا مقاس بيضة كبيرة. هحط كيسين من الفانيليا، معلقة كبيرة خل، هحط معلقة كبيرة من بشر البرتقال والليمون علشان يدوا نكهة حلوة. وبعدين هضرب بالمضرب الكهربائي. انت ممكن تعمليه في الخلاط عادي، هيبقى بنفس الطريقة، بس انا قلت اضرب كده بالمضرب الكهربائي عشان يبقى قدامكم لحد ما لونه يكون فاتح شوية كده. هتنزلي كده بكوباية ونص من السكر، سكر مش خشن قوي، وهضرب لمدة دقيقتين لحد ما يصبح قوامه كريمي كده بالشكل ده زي ما انتوا شايفين كده. وبعدين هنزل عليهم ب3/4 كوباية من الزيت، وهضرب برضو دقيقتين. دلوقتي هنزل بكوباية من عصير البرتقال وهنخفقهم مع بعض لمدة دقيقتين كده. دلوقتي خفقنا كل المكونات بتاعتنا مع بعض. هنبدأ دلوقتي المرحلة التانية. عندي هنا 2.5 كوباية من الدقيق، عليهم معلقة كبيرة من بشر البرتقال والليمون عشان يعزز النكهة بتاعته كويس، وعليهم كيس من البيكنج باودر او معلقتين من البيكنج باودر. وهنزل بالدقيق بتاعي على دفعتين، مش هنزل به كله، وهقلب بالشكل ده لحد ما الدقيق بتاعي كله يختلط في الخليط. وهنزل بالدفعة التانية من الدقيق وهقلب. هتقلبي كده كويس لحد ما الدقيق بتاعي كله يختفي ويصبح القوام بتاع الكيكة كريمي بالشكل ده. وبعدين هتكوني مجهزة الصينية بتاعتك. انا مجهزة قالب بالشكل ده ودهناه مادة دهنية ومبطناه بالدقيق، وهنزل كده بالخليط بتاعي بالراحة خالص. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هحطه في الفرن على درجة حرارة 180، وهكون مهدية الفرن من تحت ومن فوق خالص بالشكل ده. دلوقتي هبدأ في عمل الصوص هنعمله طبعا بعد ما نطلع الكيك من الفرن. هيكون الصوص بتاعي مش تقيل ومش خفيف، وهتكون الكيكة بتاعتي دافية شوية. كوباية من عصير البرتقال وربع كوباية من السكر، هدوبهم كده قبل ما احطهم على النار، ومعلقتين كبار من النشا، وهدوبهم مع بعض كده قبل ما احطهم على النار. دلوقتي انا هحطهم على النار، مش هخليهم تقال ولا خفاف قوي. خلاص هو كده خد القوام اللي انا عايزاه. هيكون سخن معايا، وهتكون الكيكة دافية معايا شوية علشان يمسك على الكيكة ويديها الطعم مميز بالشكل ده. بصراحة الكيكة يا جماعة ريحتها حلوة قوي زي ما انتوا شايفين كده.
يا رب يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة علشان يوصلكم كل وصفاتنا، وما تنسوش تكتبوا لي في التعليقات عشان بفرح بتعليقاتكم قوي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.